عارف ايه الاهم من 3-0؟ ان الثلاث اهداف ملعوبه. الزمالك عنده كوره في وجود بزيرة او غيابه، عنده كوره بعد رجوع عبد الله السعيد او قبل رجوعه، عنده كوره جاب صفقات او ما جابش، عنده كوره مشي منه حسام عبد المجيد وقبليه ناصر ماهر ودونجا او ما مشوش، عنده كوره. فاكر لما قلت لك بعد ماتش الاتحاد كان نفسي اقول لك اللي انت عايز تسمعه، وان السبب في التعادل هو معتمد جمال، بس ده مش رايي. عرفت ليه مش رايي؟ لان رغم كل شيء ورغم اخطاء معتمد نفسه، الزمالك عنده كوره. طب ليه الزمالك ظهر بشكل سيء في الشوط الاول؟ انا عمرو شوقي، وهحاول اجاوب على السؤال ده وعلى غيره في حلقه جديده من تاكتكس. اول حاجه عانى فيها الزمالك كانت الخروج بالكوره. يعني الزمالك في الشوط الاول فشل كتير في انه يبني اللعب وسط الضغط العالي للبنك الاهلي. نحاول ناحيه اليمين عمر جابر يطلع الكوره بره، طب نحاول ناحيه الشمال هتلاقي الونش برضه بيطلع الكوره بره، خلاص يبقى نحاول من القلب العب يا مهدي، هتلاقي برضه مهدي بيطلع الكوره بره. فشل تام في الخروج بالكوره على كل الاصعده، وده جرس انذار لمعتمد جمال. لازم يكون في شكل واضح وناجح لبناء الهجمه ايا كان الشكل ده ايه، لكن كل ما الكوره تكون معاك هتديها للخصم هيطلع لنا على الشاشه الاحصائيه المزريه دي، الاستحواذ 70-30 للبنك الاهلي. طب والمرات اللي الزمالك فلت فيها وخرج بالكوره كان في لعيب بيفسد اغلب هجمات الزمالك، هو احمد شريف. ومش عايز اقسو عليه، ممكن يكون بيلعب في مركز مش مركزه او عنده ازمه ثقه، لكن مثلا لما مهدي طلع كوره صح على صدر ناصر منسي، شريف كسب الكوره الثانيه وراح في موقف يسمح له يودي عدي انفراد، لكن لعب ثرو طويل بدرجه مرعبه، فالزمالك ما حققش اي استفاده من الخروج بالكوره. طب بلاش الثرو العالي الطويل، لما جه شريف يعمل ثرو البنتايج على الارض برده ما نجحش وقطعها يا النور. بلاش مره تانية الزمالك نجح في الخروج بالكوره، محمد اسماعيل عمل فنت وعدى ولعب طويله بالمقاس لناصر منسي اللي ريحها لادم كايد فلعبها لشريف، صحيح ما لعبهاش قدامه لكن ده حتى ما عرفش يوقفها. فاحمد شريف لمصلحه الزمالك ولمصلحته محتاج يبعد شويه. طب نفهم من كده ان الزمالك كانت مشكلته في الخروج بالكوره ولما بيخرج في احمد شريف بس؟ هقول لك لا، في مشاكل تانية، زي ان مفيش لاعب وسط 6 جاهز فبيقوم بالدور ده محمد شحاته، وانا مصمم ان ده مش مركزه. اتفرج هنا، البنك الاهلي بيعمل 1 3 ويودي يا النور. الغريب ان شحاته كان جنب رشاد متولي، لكن في الاخر سمح ان رشاد يوصل للكوره قبله، والنتيجه شحاته على الارض وتسديده خطيره من رشاد. لكن الاهم لعبه العارضه، مين ماسك يا النور؟ هو شحاته، لكن هيسيبه في ظهره ويطلع يضغط لان فتوح راجع متاخر، والنتيجه هتتلعب لياو النور ويسدد في العارضه. فتركيبه فتوح وشحاته وادم كايد دي قد تكون محتاجه مراجعه. وفي الشوط الثاني الزمالك نزل عايز يكسب، فهو اللي ضغط عالي. البنك وهو بيخرج بالكوره مش هتلاقي لاعب مش متراقب، وعشان كده اول 6 دقائق من الشوط الثاني كانت اكتساح زملكاوي. البنك فيها ما دخلش منطقه جزاء الزمالك ولا مره، لكن الزمالك دخل منطقه جزاء البنك 4 مرات، وكان في اكتساح كمان على مستوى الروح وكسب الثنائيات. عرفت ليه الونش كسب ثنائيتين في لعبه واحده وطار بالشكل ده؟ عشان يحافظ على الكوره، ونفس الهجمه اتطورت وبقت الهدف الاول للزمالك، واللي مش عكس سير اللعب اطلاقا، بل تتويج لشكل الزمالك مع بدايه الشوط الثاني. البنك ضيع بعد كده فرص. طبيعي انت بتلاعب سادس اعلى قيمه تسويقيه في الدوري الممتاز، ده الزمالك الثالث، ومن غير بزيرة ممكن يبقى الرابع او الخامس. وما تنساش انك بتواجه ايمن الرمادي وده مدرب تقيل، وما تنساش ان الزمالك اقل الفرق في الجاهزيه الفنيه والبدنيه، وعشان كده كان صح انك تدفع باكبر عدد من الشباب علشان يحافظ على رصيدك البدني. كل 10 دقائق تغيير، في الدقيقه 67 حسام اشرف، في الدقيقه 77 محمد السيد، في الدقيقه 87 ايشو، وكلهم شاركوا في الاهداف. شفت جمله الهدف الثاني من الونش لشيكو بنزا لمحمد السيد لبنتايج لحسام اشرف؟ مش شفت جمل وجبهات زي دي في ماتش الاتحاد لكن ناحيه اليمين؟ الفرق انها ما انتهتش بهدف. طب شفت جمله الهدف الثالث من محمد السيد لشحاته لحسام اشرف لمحمد السيد تاني ثم الايشو؟ مش شفت جمل وجبهات زيها في ماتش الاتحاد لكن ناحيه اليمين؟ الفرق انها ما انتهتش بهدف. الخلاصه ان الزمالك بالنظر لظروفه قدم كره مقبوله، المشكله انه لعب الشوط الاول بس قدام الاتحاد ولعب الشوط الثاني بس قدام البنك، فنتمنى الماتشات الجايه نشوفه بيلعب الشوطين.